ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا جيت ريدي ويز مي فيديو سريع كده. هنعمل مع بعض ميك اب. انا رايحه دلوقتي عند ماما المفروض يعني، وكانت الساعه وقتها الساعه 9:30. الفيديو اتاخر عليكم شويه. كنت بقول لكم ان انا رطبت بشرتي بالالوفيرا بتاع جل الوفيرا. وبعد كده استخدمت فاونديشن بريتي وومن، حطيت عليه نقطة مرطب بيبنسين وعملته زي البيبي كريم كده. كنت خلطتهم على ايدي يعني، بدأت اوزعه كده بايدي الاول، وانا بحب ادمج الفاونديشن بايدي جدا. الدرجة بتاعته كانت 02، مش فاكرة قلتلكوا ولا لا. المهم ان انا يا جماعة انا مش بخرج كتير، فبالنسبه لي اللي هو وانا خارجه لازم احط ميك اب، اللي هو خارجه رايحه عند ماما مشوار، رايحه حته فيها مشوار وكده، فبحط بقى واتبسط، لازم احط مكياج. المهم وزعت الفاونديشن بالطريقه دي كده، وكمان هكنسل بقى بالهالات، بس هكنسل بيه الهالات من غير المرطب. تمام بالشكل ده كده. وهبدأ بقى بالبيوتي بلندر بتاعتي، تكون مبلولة وعصرت منها المية خالص، يعني عارفين اللي هو مندية كده، فيها مية وما فيهاش. بعد كده اخدت الكونسيلر ده من مية سينما، حطيت نقطة هنا ونقطة هنا ان انا انور بس بيه، وبعد كده دمجته، مش اكتر من كده. بالمناسبة الكونسيلر ده بينشف، فانتي محتاجة قبل ما تحطيه تكوني مرطبة جدا، لانك لو في اي مشاكل زي مثلا في تقشير في البشرة او اي حاجة زي دي، الكونسيلر ده مش احسن حاجة للكلام ده، لانه هيبين جدا. حطيت كمان التنت بتاع مية سينما، والتنت ده درجته 102 تقريبا. هو اي حاجة تقريبا بجيب درجة 102. 02 هو الدرجات دي اللي بتلاقي عليا. وهحط نقطة من الهايلايتر ده بتاع بريتي وومن، دمجتها كده مع التنت بتاعي. هبدأ بقى اوزعها، بس وكل حاجة بوزعها على فوق عشان تشد معايا الوش، او تبين ملامح الوش، يعني ان هي مشدودة وكده. والعدسات بتاعتي من دهب، الدرجة بتاعتها ازرق. بس ملحقتش بقى اوريكم للاسف في الفيديو ده اللبس بتاعي، بس هو عموما يعني انا لبست. الاول كنت بكلمكم على البيوتي بلندر الصغنونه دي، انا عايزه اقول لكم ان هي تحفه تغطيه. التغطيه من وراها الكفر بتاع الكونسيلر او الفاونديشن من وراها حرفيا خرافي، اللي هو فول كفر، حاجه يعني حاجه كده. فراوله. انا على فكره اول مره اجرب الحاجات دي، يعني انا لسه بستكشف اصلا معاكم، وانا لسه بادئه ارجع للميك اب تاني والقناه والحياه وكل حاجه. كنت بقى مخلفه طبعا زي ما انتم عارفين، بقالي سنتين، فمنعزله عن العالم وعن كل الحاجات الجديده، فلسه بجرب الحاجات دي جديده معاكم. بس دمجت بيها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هاخد البيوتي بلندر بتاعتي وهمشيها على كل حاجه عشان اطمن ان الوش كله ميه واحده بالشكل ده كده. قولولي تحبوا الفيديوهات الجاية تكونوا عن ايه، يعني ادوني افكار للفيديوهات. تحبوا نعمل ايه؟ حاجات تكون برضو يعني خاصة بالمكياج والكلام ده كله. اكتبولي لوكات حابين نعملها تليق على حاجة معينة عندكم. طقم تحبوا ننسقوا مع بعض، مشكلة عايزين نحلها سوا سوا. يعني ايه، شوفوا حابين نغير ايه او نكتب ايه او نعمل ايه جديد. المهم معايا بقى الباودر بتاعت MN، الدرجة بتاعتها 03. واخدت بالباف بتاعتي، ثبت تحت العين وثبت الاماكن اللي فيها زيوت كتير، وبعد كده بالفرشة اخدت بقية البودر ومشيتها على الوش كله. بعد كده هاخد بقى الفوق عيني بس ادي لون كده او نضارة، اللونين دول، وهحطهم فوق العين بالشكل ده.
ورسمت حواجبي كالعادة بجل الشعر، سرحت بيه الحواجب كويس قوي. وبعد كده بدأت بلون بودر رمادي او اسود مدي على رمادي، عملت بيه الحواجب بالشكل ده كده. اديت بس لون للعين. بعد كده استخدمت الماسكرا بتاعتي دي من MN. عايزه اقول لكم ان انا بحبها جدا. بالشكل ده كده حطيتها عشان تطلع لي بصوا جذور الرموش. هي ووتر بروف جدا. عموما اي ماسكارا حتى لو مش ووتر بروف انا منصحش باي استخدام ماسكارا اصلا كل يوم. يعني انا بحط وانا نازله اللي هو كل اسبوع، كل 10 ايام، كل شهر شهرين، انما مش كل يوم بحط ماسكارا. رسمت كده، عملت قصدي الماسكارا، وهي الماسكارا من نفسها بدأت رسمت زي لاين كده ايلاينر اللي هو الرمش نفسه، لاني بجيبها من الجذور. بعد كده استخدمت الايلاينر ده، رسمت بيه مدمع العين وبس. قولولي بقى وانتوا رايحين عند مامتكم كده يا متزوجات بتحبوا تحطوا مكياج، بتهتموا باللبس والكلام ده كله، ولا انا اللي بعمل كده لوحدي؟ يمكن اكون انا اللي بعمل كده لوحدي عشان مش بخرج دايما يعني. بس رسمت مدمع العين بالشكل ده كده، ومن اخر طرف في الرموش اخدت بصوا اللي هو مش ايلاينر، دي سحبة ايلاينر كده بسيطة، وهبدأ اوزعها بايدي بس كده، كأنها عملت رمش زيادة، فاهميني؟ يعني كأنها عملت رمش زيادة بالشكل ده كده. وبدأت بقى اثبت البلاشر بتاعي او التنت الكريمي بتاعي بالبودر. يا والله تصدقوا الميك اب كان شكله حلو فعلا. انا حاليا عند ماما على فكرة بعمل الفيديو ده. الميك اب كان شكله رايق اي نعم هو مش صباحي قوي، بس كان شكله رايق، كان شكله حلو قوي. وبرده ما حطيتش صن بلوك لان انا كده كده اصلا ما نزلتش، يعني ما اتحركتش في الشمس. انا كنت راكبه من مكاني العربيه وصلت البيت بس رسمت بقى رسمت شفايفي بالمحدد ده من MN. عايزه اقول لكم محددات MN كلها بالنسبه لي اللي هو في غلاوه شخصيه ما بيننا. بالشكل ده كده. ودخلت بقى بالمحدد شويه كمان. بصوا اصلا مجرد ما بنعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي بتدي فوليوم للشفايف. وهحط الروج ده من بريتي وومن، الدرجه بتاعته 24. كنت بقول لكم ثانيه واحده، على فكره الفيديوهات دي لو بتنزل بصوت هتبقى ممتعه جدا اكتر من كمان ان انا بسجل عليها فويس اوفر وكده. بس للاسف بيبقى في بقى ناس كتير حوالينا، اطفال صغيرين بيعيطوا مثلا زي نوح ابني اصوت في الشارع كده يعني. فلو نزلتها لكم هتكرهوا نفسكم. بس كده قلت لكم هروح البس وارجع لكم، بس للاسف انا ما عرفتش البس وارجع لكم اوريكم اللبس بتاعي او الاوتفيت بتاعي. فكده بقى خدتكم معايا اللي هو جولة سريعة في الشارع وانا راكبة العربية وكده، تشوفوا الطريق معايا.